مساء الخير. ما كنتش عايزة أتكلم في موضوع غزة تاني، بس للأسف زارة أجبرتني إني أتكلم. زارة طبعا من أشهر المحلات اللي بنشتري كلنا ملابسنا منها، اللي كنا ما نعتقدش أبدا إنها ممكن تنزل إعلان سخيف وفي يعني مهزلة للعرب كلهم، إنها بتذيع ناس جثث، وأنا مش عارفة إيه بدلوله. يعني هل أنتي عارفة العرب بيجيبولك قد إيه إيراد؟ عارفة لو إحنا كلنا قاطعناكي يا زارة، أنتي بتتريقي على جثث المسلمين وفلسطينيين؟ وصلت بيكي الجرأة إن أنتي بتتحدي العرب كلهم؟ يبقى إحنا نقاطعك. قاطعوا زارة يا جماعة. اللي بيحبني قاطع زارة، واللي مش بيحبني قاطع زارة، واللي عنده نخوة عرب وإنسان عنده إحساس يقاطع زارة. أنا عايزة أقول لهم حاجة، اللي عملوا الإعلان دول واللي قاعدين يتفرجوا، الناس دول داخلين الجنة اللي انتوا مش هتعرفوا توصلوا لها. الناس دول أبطال، الناس دول شهداء، الناس دول كانوا بيدافعوا عن وطنهم لحد الموت. بالمرة لازم أقول ودافع عن فلسطين وأهل فلسطين والمقاومة الفلسطينية الرائعة، الأبطال، أبطالنا، وبنرفع لهم القبعة من كتر احترامنا ليهم. بس انتوا هتقولوا الفيديوهات مش كفاية والدعاء مش كفاية، بس والله العالم كله بدأ يتكلم عليكم. العالم كله بيقول مين دول؟ مين دول اللي ما عندهمش أي أسلحة وبيحاربوا كل الدول دي؟ أمريكا، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، كل الدول الأوروبية معظمها واقفة مع إسرائيل ضدكم. ضد مين؟ ضد مين؟ ناس ماشيين بترنجات ما عندهمش عدة حرب. الناس دي فكرتنا بالحرب الإسلامية من قرون، فكرونا بالرسول، فكرونا بالإسلام زمان كان قد إيه بيكافح وبيتعذب عشان أرضه وعشان يوصل لرسالته. الناس دول أشعروا أجسامنا وأشعروا يعني الناس دي حقيقي أنا ما شفتش زي عظمة المرأة الفلسطينية اللي بتوزع ولادها عشان اسم العيلة. أنا بتحرم من ابني، معرفش هيجيلي مش هيجيلي، بس عشان اسم عيلتي واسم أرضي وترجعلي ما نروحش. قد إيه عظيمة وهي بتأكلهم وهي ما عندهاش أكل، قد إيه عظيمة وهي بتكافح وبتمسك البندقية وبتضرب معاهم. قد إيه المرأة الفلسطينية أصبحت هي المرأة الترند اللي احنا لازم نقول هي أعظم امرأة في العرب. الناس اللي بتضحي بالشكل ده ايه دول؟ ايه ملتهم دول يا جماعة؟ دول انا مش عارفة، انا مش انا جسمي كله بيقشعر. انا من ساعة ما شفت اعلان زارة وانا مترددة اعمل الفيديو ده. انا مش عارفة هيتذاع مش هيتذاع، انا مش عارفة ايه هيحصل لي بعده، بس انا بقول اللي بيحب الإسلام والدين ومتمسك إنه عربي يقاطع زارة. وأرجو نطالب شوية الدول بتاعتنا يبقى عندها يبقى عندنا نقدر نبص حتى في وشوش الآخرين، نبص حتى يبقى عندنا إحنا مش خجل من نفسينا. يعني أنا مش عايزة أخجل من نفسي أكتر من كده، وأنتوا مش عايزين تخجلوا من نفسكم. أرجوكوا السفارة الإسرائيلية لازم تتقفل. السفارة الإسرائيلية لازم تتقفل. ليه؟ ليه فاتحينها لحد دلوقتي؟ ليه مش ليه؟ احنا مش عداء ولا عايزين حرب، احنا ما بنقولش حرب مع الناس اللي هم للاسف الشديد مش مسلمين ولا يهتموا، هم بيرموا صاروخ من فوق مش عارفين بيرموا على فين وعايزين يدكوا الارض دك وهم مش عارفين هيوصلوا لايه. ارجوكوا ارجوكوا قاطعوا زارة، واللي عنده نخوة عرب واللي عنده دين ومثل
وعنده لسه لحد دلوقتي بيقول أشهد أن لا إله إلا الله، لازم نقاطع زارة ونفضل مقاطعين ونفضل نتكلم في فيديوهات وندعي، وإن شاء الله ربنا هينصرنا. الأدم بيدنا أهو إن شاء الله، إن ناصرنا قريب. أنا بقول لكم صدقوني، الناس اللي بتدافع دي مش ناس، ده أنا حاسة ملائكة مجندة ليهم والله. الناس دي ما عندهاش أسلحة، دي بتتكسر، دي بتمحو دبابات، دبابة تشوفهم إزاي ما بتشوفش الناس دي مستخبين في شجر بيعملوا إيه؟ الناس دي أنا بجد بجد هم ربنا خفيهم عن الناس. وفي ما بيتقالش، إسرائيل بتخسر ناس كتير قوي ما بيتقالش. احنا بقوتنا وبديننا ان شاء الله ان شاء الله ربنا ينصركم. ارجوكم قطع وزاره، النهارده بتكلم عشان كده وبعمل الفيديو ده عشان كده. والسلام.